يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة هنعمل روتين كده بسيط سريع. فطرنا بطاطس محمرة كده، قلنا نغير للولاد بقى في الأجازة. وبعد كده قلنا نخش على العدس، بقى أحلى أكلة في الصيف في الشتاء ولا إيه؟ أحلى أكلة في الشتاء. عايزة تعملي دماغ، اعملي دماغ. أنا عن نفسي حبة عدس، اكلهم، احط عليهم بصلاية كده وانا بسلقهم، وعليهم الجزرة. في ناس بتحب تحط طماطم، ممكن تحطي، بس انا ساعات يعني ما بحبش احط الطماطم، علشان خاطر ببقى عايزة العدس الاصفر يبقى اصفر اصفر بقى، يعني يبقى اصفر، ما يبقاش محمر او برتقاني، لا هو كده. حطيت طبعا العدس زي ما انت شايفة كده في الأول، وبعد كده حطيت بصلاية كبيرة وحطيت عليها الجزر لحد ما تتسلق. كنا ايه نفطر، عملت سندوتشات كده بالعيش العربي عادي جدا. قلت يا بنت بقى ايه، دلعي نفسك ودلعي العيال ودلعي بقى ابو الولاد بقى بحبة عدس حلوين. وانا من النوع اللي احط الحاجة، مثلا الحاجة تتسلق، مثلا الفرخة تتسلق عمل ما اخلص اللي انا بعمله. الفراخ مثلا، العدس اتسلق عمل انا مفطر، يكون اتسلق عمل مش عارف اغسل مواعين الفطار، ابدا ان انا اضربهم بالهاند بلندر. بعد كده دخلت قلت بقى ايه، يعني عمل ما هو كان اتسلق وسايباه يهدى شويه، او كان لسه بيكمل سلق، يعني انا فطرت وخلصت على طول وقمت علشان خاطر انضف البيت كده، الف كده بالمكنسه في البيت. كنت هقول لكم الف بالمكنسه في التلاجة، مش عارفه ازاي كنت هلف بالمكنسه في التلاجة، بصراحه دي حاجه غريبه قوي، يعني الواحد ساعات بيقول حاجات مش عارف هو بيقول ايه. هنا روقت بقى السراير بتاعه الولاد برضو، وبحب ارشها كده. انتوا عارفين المعطرات لما من الصبح كده وتغطي عليها على طول، وتغطي اللحفة كده، تلاقي الريحة بالليل الولاد يجي يناموا يشموا ريحة حلوة كده. هو يعني الواحد في الأجازة بيبقى رايق شوية عن المدارس بيشتغل وبينظف وكل حاجة، بس انتوا عارفين ايه، بتبقي متسربعة، اللي هو يلا خلص بسرعة عشان انزل اجيب الولد من الباص، لا طب مش عارف ايه، النهاردة هنذاكر كذا، النهاردة هنحفظ كذا. لا يعني الدنيا بتبقى رايقة شوية. نظفت طبعا أوضة الولاد زي ما انتم شايفين، وبعد كده الصالة نظفتها كلها ولمعت وبدأت أفرش المفرش ده. أنا بحب المفرش ده قوي، يعني أنا المفرش اللي هو المربعات الملونة ده، أو هي حتة قماشة على فكرة، أنا بحبها قوي قوي. عارفين انتوا كده بتغير المود بتاع البيت يعني. أو أنا عن نفسي بحب الألوان، الالوان الكتير كده دي الملخبطه على بعضها دي بتحسس شويه ايه، بتدي طاقه ايجابيه في البيت، بتدي للبيت كده بهجه حلوه كده. وبعد كده دخلت بقى ايه على المواعين. طبعا عمل ما اتسلق العدس، كنت طبعا مواعين الفطار ومواعين عمايل العدس ومش عارف ايه، فقلت يلا بينا نخش ونشتغل ونبتدي بقى هنعمل ايه. اوقات كتير الواحد بيبقى نفسه يكتر في فيديوهات الروتينات، ويعمل روتين ويعمل ويخلي ويسوي، بس ساعات الواحد فعلا بيتعب. يعني انتوا ايه، عارفة لما تبقي قاعدة متقيدة، يعني الواحد لما بيجي في الصيف في الصيف بتضطري تلبسي اسدال، لو انت مثلا حرانة تتحر اكتر. وعلشان اصور في المطبخ، اروح اجيب المروحة واشغلها واقول يلا بينا بقى ايه علشان خاطر اصور. الشتاء بتبقي المواعين بتحبي تشمري ايديكي شوية بس ما بتقدريش. فيلا هنعمل ايه، الحمد لله رب العالمين، والواحد مش قادر يبطل. يعني بص هو داء التصوير ده بقى داء. ايا كان بقى جايب فايدته ومش جايب فايدته، اهو انا بحب اعمل الحاجة اللي انا بحبها وخلاص، فالحمد لله على كل شيء. نخلص بقى مواعيننا كده. هو طبعا مواعين يعني ما وصكيش، المواعين دي عايزة يعني كل شوية تغسلي، انك انتي ما تسيبيش، ما تحاوليش تبقي. انا بشوف مطابخ يسيبوا الحاجة باليوم واليومين ويقولوا لك مش مشكلة واحنا هنيجي، او مثلا تسيب طول اليوم. يعني لو واحدة بقى دؤوبة قوي تلاقيها طول اليوم تسيب مواعين طول اليوم، وبعد كده تبقى قاعدة بقى بعد الغداء ماسكة في ايديها كوباية الشاي، الكوباية اللي لحقتها تكون نظيفة كده، تقعد بقى تقول ايه، لو معاها بنات قومي انتي اغسلي المواعين، البنات لو صغننين تبقى قاعدة بتعزم على نفسها. طب ليه لما احنا نقوم ونشتغل ونخلص ونمسح الرخامة بتاعتنا نغسلها ونشيلها ونخلي المطبخ على الأقل نفسيا، انتي لما تخشي تكملي أكلك نفسيا تبقي مرتاحة.
الفوطة طبعا دي لازم تتغسل يوميا، تتبدل مع الفوطة اختها نفس الشكل، يوميا لازم اروح صب عليها ومنضفاها كويس وغسلها كويس وشايلاها وحطها يعني تنشف، واخد التانية البدل بتاعتها. ليه؟ لان برضو الفوط اللي زي دي لو سبتيها مليانة هتعمل لك ريحة وحشة، يعني حتى كمان هي مش هتبقى فيها مية. انتي يعني اكيد بتمسحي بوتاجاز، بتمسحي بيها رخامة، بتمسحي حاجة كده ولا كده، هتتعبي والريحة هتبقى وحشة. فنصيحة يعني يوميا بعد ما تخلصي حالك بعد العصر كده وتحضري غداكي وانتي بتغسلي مواعين الغدا، اغسليها ونشريها وخدي واحدة غيرها تانية. بعد كده بقى دخلت على البصل، جبت بصل اخضر كده، قلت برضو انضفه في الحوض. نضفته، شلت منه الحتت طبعا الدبلانة، شلت منه الروس بتاعة البصل برضو علشان خاطر اغسله حاجة حاجة، وبغسله كله مرة واحدة. ما تاخديش بقى بكلام يقولك ايه ما تشيليش راس البصلة عشان ريحتها بتتغير، ولا ريحتها بتتغير ولا حاجة يا عم الحاج، ده يا دوبك يعني انتي بتغسليه وبتحطيه في طبق بتاكليه في نفس اليوم، ولو اتبقى بصلة بصلتين بتحطيها في التلاجة، وتاني يوم لو حبيتي ان انتي تاكلي بيها يعني تاكليهم تاني مفيش اي مشكلة، ما بيحصلش اي حاجة. فيعني ما نقفلش الدنيا على نفسينا يعني، لا اغسليه كويس، وطبعا بين الورق بتاعه تغسليه لان بيبقى الطينة داخلة فيه جامد، واشيليه على جنب. بعد كده طبعا الحاجة اتسلقت بقى، بدأت ان انا بالهاند بلندر كده اشتغل بيه، على اساس ان انا بصراحة بيوفر عليا حوار الخلاط، يعني بخاف احط حاجات سخنة في الخلاط واضربها، وكمان بتبقى حوسة يعني الخلاط بتاخدي حاجة حاجة، لكن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله يعني ربنا يديمها علينا نعمة. موضوع الهاند بلندر ده بيبقى منجز اكتر. ضربنا العدس خلاص، هنبدأ ان احنا نحمر بقى. انا بحب اعمله قوي بالمكرونة اللي هي لسان عصفور. بحب قوي المكرونه لسان عصفور، احب احطها عليها بحيث ان انت وانت بتاكلي كده تبقي الحاجه جميله ما شاء الله، وتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. ممكن تحطي مكرونه عاديه. هنا حطيت بقى بودره بصل، بودره ثوم، حطيت بقى الكركم. اولا صحه، لان الكركم حلو قوي 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 للصحه، وفي نفس الوقت عشان يصفر لي اكتر لون العدس الاصفر. وبعد ما حمرت المكرونة، كنت عايزة بقى اعمل حاجة، افصل المكرونة لوحدها في طبق واحمر في نفس الزيت والحاجة ديت على قد ما قدرت. يعني حاولت ان انا افصل شوية. ممكن تحطي مكرونة عقل، على فكرة العقل الصغنونة خالص اللي بتتحط على الكشري دي برضو، بس نصيحة ما تحطيش العقل الكبيرة، لان العقل الكبيرة هتنفش منك وهتكبر. العقل الصغنونة قوي علشان برضو ايه المكرونة ما تشربش العدس. لكن هي اسلم حاجة تحطي المكرونة اللي هي لسان عصفور، لما هتاخد معاكي غلوة هتنفش نفشة بسيطة وخلاص على كده. وطبعا لازم اعمل له حبة بصل، انا حاطة بصل فيه وهو بيتسلق، بحب احط فيه بصل برضو اللي هي ايه التقلية ديت، بحط عليها بقى حبة كمون. وطبعا حطيته وهو بيتسلق كمون وكزبرة والكلام ده، حطيت دلوقتي كمون وفلفل اسود على البصل وبابريكا، وبعد كده حطهم على الوش واقلب بقى، ويا دوبك يغلي غلوة واقفلي عليه، ما تستنيش لحد المكرونة بتاعتك ما تنفش، هي هتنفش لوحدها لما هتحطيها مع العدس. تمام. وبعد كده تقلبي بقى وتبدأي تاكلي أكلة جميلة كده، أكلة هنية تكفي 100، وكانت حلوة قوي وبتدفي في الشتاء. أتمنى الوصفة تكون عجبتك والروتين يكون شجعك شوية، ومتنسيش تعملي لايك. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.